الميتافيرس كلمة بنسمعها كتير قوي اليومين دول، بس ناس كتيرة ما تعرفش يعني ايه ميتافيرس. لو عايز تعرف ايه هو الميتافيرس وايه اصل حكاية الميتافيرس، اتفضل تعال اما اقولك. الميتافيرس هو التكنولوجيا اللي هتغير شكل الحياة الفترة الجاية، زي بالظبط الموبايل انترنت والسوشيال ميديا ما غيرت شكل حياتنا كلنا خلال ال10-15 سنة اللي فاتوا. الميتافيرس باختصار هو الجيل الجديد من الانترنت او من الموبايل انترنت. يعني احنا دلوقتي كل وسائل السوشيال ميديا والتفاعل الاجتماعي اللي ما بيننا بتدور من خلال الشاشة اللي قدامك، سواء كانت شاشة موبايل او شاشة اللابتوب او حتى السمارت تي في. لكن مع الميتافيرس الموضوع ده هيتغير خالص، هيبقى التواصل حقيقي وملموس، وممكن مع تطور التكنولوجي الفترة الجاية يوصل لدرجة ان انت ما تعرفش تميز الواقع من الخيال. هحاول ابسطها لك شوية. شفت في المولات الالعاب بتاعه الفي ار او الفيرتشوال رياليتي، الواقع الافتراضي. الواقع الافتراضي ده عبارة ان انت بتلبس نظارة بتدخلك في عالم تاني، هو مش حقيقي، عالم مش موجود، لكن انت بتعيش جواه. ده اسمه الفيرتشوال رياليتي. الفيرتشوال رياليتي انت بتدخل عالم غير واقعي وغير حقيقي، لكن بتقدر ان انت تتفاعل معاه، سواء كان باستخدام النظارة اللي انت لابسها او الكرسي اللي انت قاعد عليه. بتحس بالتغييرات وبتحس بان انت موجود جوه اللعبة اللي انت موجود فيها. حاجة تانية، لو انت اتفرجت على اي فيلم من افلام ايرون مان او افنجرز، شفت الكمبيوتر بتاع توني ستارك اللي بيقعد يعمل كده وكده ويحركه؟ ده اسمه واقع معزز. واقع معزز يعني ايه؟ يعني انت بتجيب حاجة ديجيتال مش موجودة، لكن بتدخلها في صورة حقيقية في الواقع الحقيقي بتاعك، وبتقدر ان انت تتفاعل معاه. ده اسمه الواقع المعزز. تقدر تشوف برضو الموضوع ده في فيلم زي ماينوريتي ريبورت بتاع توم كروز، لما كان برضو نفس القصة، بيبقى فيه كمبيوتر ويقعد يحرك الحاجات من هنا ومن هنا ويفتح الافلام من هنا وبتاع، يعمل حركات بايده. ده كل ده اسمه واقع معزز. انت بقى لو جبت الواقع المعزز على الواقع الافتراضي ضربتهم في الخلاط مع بعض، يطلع لك الميتافيرس. الميتافيرس زي بالظبط كده الفيلم بتاع افاتار او الفيلم بتاع ماتريكس، سلسلة افلام ماتريكس كلها. انت بتدخل بحقيقتك جوه واقع افتراضي، وبتقدر ان انت تتعامل معاه لدرجة ان انت ما تقدرش تفرق في اوقات ما بين الواقع والخيال. زي ما شفنا فيلم ماتريكس، هم اصلا مش عارفين هم في الماتريكس ولا هم اجسامهم الحقيقية بره، حاجة مختلفة تماما. تجربة صعب ان احنا نقدر نوصفها غير لما تبتدي ان انت تعيش فيها. وطبعا ده مع التطور في التكنولوجي السريع جدا اللي في الفترة القادمة هنوصل فعلا للحاجات دي. ومن اكتر الشركات اللي بتحاول ان هي تشتغل على الموضوع ده شركة ميتا اللي هي فيسبوك. هم بيحاولوا يشتغلوا جامد جدا في الفترة الحالية على مستقبل الميتافيرس، ان هو يغير شكل مستقبلنا كله باستخدام التكنولوجيا الجديدة دي. طب يا ترى ده هيغير شكل حياتنا ازاي، او هيأثر على طريقة حياتنا ازاي؟ في الحقيقة هو هيأثر على كل حاجة. يعني مثلا انت دلوقتي التواصل بيتم من خلال ايه؟ مكالمة موبايل، فيديو كونفرنس، فيديو كول، سوشيال ميديا، تكست وفويس مسجز والكلام ده. لا، باستخدام الميتافيرس الوضع ده هيتغير تماما. انا لو عايز اشوفك هجيلك، مش هجيلك بجسدي المادي، لا، انا هجيلك في الميتافيرس بتاعك، البيت الافتراضي بتاعك اللي هو ممكن يبقى نفسه هو البيت الحقيقي بتاعك. هنقعد ونتكلم ونتناقش وتشوفني واشوفك، وحتى ان احنا نقدر نلمس بعض. هيغير كل نواحي التواصل الاجتماعي مع الناس التانية. هيأثر المسافات، لو واحد في مصر وواحد في أمريكا، انت عيلتك هنا وانت قاعد في أمريكا، هتقابلهم وتشوفهم ويشوفوك كأن انت رحت لهم زيارة في البيت بالظبط في الواقع الحقيقي. لو انت محتاج مثلا في السياحة، انت مش محتاج تروح باريس عشان تشوف برج ايفل، لا، انت ممكن تروح بالافاتار بتاعك برج ايفل تشوفه، هتحس بيه وهتحس ان انت موجود في المكان. انت مش محتاج تركب طيارة وتسافر، لا، انت هتروح هتبقى هناك، هتبقى حاسس بكل حاجة. انت متخيلين الوضع هيبقى عامل ازاي؟ هيأثر على الانترتينمنت. مثلا انت دلوقتي عايز تروح تحضر حفلة للفرقة اللي انت بتحبها في امريكا مثلا، هتقطع تذكرة طيران وتاخد فيزا وتسافر وتدفع فلوس ومش عارف ايه عشان في الاخر تروح تحضر الحفلة. لا، انت باستخدام الميتافيرس انت ممكن تروح تحضر الحفلة وانت قاعد على السرير في بيتكم.
مش محتاج اي حاجه، وهتسمع كل حاجه وهتشوف كل حاجه وهتحس بكل الاحاسيس الممكنه في الحقيقه، لكن ده كله هيبقى جوه الماتريكس، جوه الميتا داتا، جوه الميتافيرس. عالم مختلف تماما. طب يا ترى هيأثر علينا كمان في مجال الشغل؟ طبعا انت مش محتاج دلوقتي ان انت تروح الشغل بتاعك. احنا شفنا الفترة اللي فاتت وقت الكورونا ابتدى ينتشر برنامج الزوم والفيديو كونفرنس والاجتماعات اللي هي الفيرتشوال، وتشوف بقى الناس لابسه القميص من فوق وقاعده بالشورت والبوكسر من تحت والكلام ده كله. ده هيبقى موجود في الميتافيرس، بس الطريقه مختلفه شويه، ان انت هتحافظ على نفس بيئه العمل بتاعتك، المكتب والتكييف والمش عارف ايه، وتقدروا تعملوا اجتماعات وتقدر تعمل كل حاجه في نفس البيئة بتاعة العمل اللي كلكم مشاركينها. مش كل واحد قاعد في بيتهم زي الزوم، انت قاعد في بيتك وده قاعد في بيته، مفيش يعني اوكي انتوا شايفين بعض وبتتكلموا مع بعض بس مفيش انتراكشن حقيقي. لا، مع الميتافيرس كأنك بالظبط في نفس الاجتماع اللي موجود في الشغل. انت هيئتك الافتراضية او صورتك الرقمية هتكون موجودة مع صورتهم الرقمية، وتقدروا تنتراكتوا مع بعض بكل الطرق الممكنة. موضوع صعب جدا ان الواحد يتخيله، فعلا لازم ان هو يتجرب، لكن ده فتح انطلاقة زي ما بيقولوا في التكنولوجي، هيغير شكل الحياة خالص الفترة الجاية. طيب ممكن يأثر علينا في نواحي تانية زي ايه؟ زي الشوبينج مثلا. انت دلوقتي بتروح المول، بتروح السوبر ماركت، برضو لازم تتنقل من مكان لمكان، لكن تخيل ان انت باستخدام الميتافيرس ممكن تروح تعمل شوبينج في دبي، في لندن، في اي مول انت عايز تعمله او اي محل انت عايز تروحه، بتدخل وتتفرج وتقلب في الحاجات وتقيس كمان، عايز اقول لك، وتعمل كل اللي انت عايزه. لو بتشتري من السوبر ماركت هتاخد الحاجة وتبص على اسعارها. بيئة افتراضية كاملة انت بتبقى عايش فيها بكل تفاصيلها، كأن هي البيئة الحقيقية بتاعتك بالظبط. فالموضوع بصراحة يعني انا مستني لما يبقى في تطبيقات حقيقية للموضوع ده. هو دلوقتي التكنولوجي لسه في بدايتها، لسه مش متطورة قوي، لكن متوقع ان في خلال 5 أو 10 سنين بالكتير الميتافيرس هيغزو كل وسائل التواصل بتاعتنا، وهيغير شكل حياتنا خالص، زي بالظبط السوشيال ميديا والموبايل انترنت ما غيروا شكل حياتنا الفترة اللي فاتت. دي كانت فكرة بسيطة عن الميتافيرس واصل حكايته وايه هو وازاي ممكن يستخدمه في حياتنا ويأثر علينا. لو عجبك الموضوع لايك وسبسكرايب، ويا ريت لو شير. ولو عايزين تعرفوا اصل حكاية حاجات تانية كتير، قول لي في الكومنتات انت عايز تعرف اصل حكاية ايه تاني. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.